بداية كده وقبل أي حاجة انزل اشترك في القناة وفعل الجرس، اللايك الجميل بتاعك. طبعا النهاردة يا صاحبي أنا جايب لك كل تفاصيل تحديث الخميس، باك نجوم الأسبوع، باك دوري الأبطال المتوقع ينزل معانا. كل ما عليك إن أنت تدوس لايك وتنزل تشترك في القناة وتفعل الجرس. ويلا بينا يا صاحبي نبدأ بباك نجوم الأسبوع. طبعا باك نجوم الأسبوع وأول لاعب متوقع معانا هو ألكسندر أرنولد. أرنولد يا جدعان مش محتاج كلام، الراجل مسجل هدفين مع ليفربول، عمل ماتش جامد جدا، فمتوقع ينزل معانا. بعد كده عندك انزو فرنانديز، متألق جدا في الفترة الأخيرة مع تشيلسي، ومتوقع ينزل له كارت جامد جدا. فدي لعيبة ممكن برضه نشوف كارت الماكاليستر من ليفربول، طبعا سجل هدف عالمي من بره منطقة الجزاء. طبعا ده الباك اللي متوقع ينزل معانا زي ما انت شايف قدامك. طبعا جورنا الكسندر ارنولد طبعا نازل معانا، ممكن ينزل ممكن ما ينزلش، وينزل ماكاليستر. ولكن بالنسبه لارنولد الراجل مسجل هدفين يا جدعان، فمستحيل ما ينزلش. عندك بعد كده مارتن اوديجارد. اوديجارد يا جدعان نجم الارسنال، الراجل القائد طبعا، عمل ماتشات جامده جدا مع ارسنال الفتره الاخيره، متوقع ينزل له كارت جامد جدا. ممكن برضه ينزل ساكا، يعني ممكن ينزل اوديجارد. لو ما نزلش اوديجارد فممكن نشوف كارت لساكا. طبعا انزو فرنانديز قلنا عليه طبعا ان هو ممكن ينزل معانا. بعد كده عندك باريلا طبعا عمل ماتش جامد جدا قدام نابولي يا جدعان الماتش الاخير، فالراجل مسجل هدفيا فمتوقع ينزل معانا برضه. عندك جواو فيليكس الراجل سجل هدف فوز برشلونة على اتلتيكو مدريد امبارح، فمتوقع ينزل له كارت جامد جدا. عندك بعد كده ديبالا طبعا كل اسبوع بنتوقع ديبالا وما بنشوفش ديبالا، فبرضه متوقع ينزل معانا الاسبوع ده وهنشوف نازل ولا مش نازل. عندك طبعا الصف اللي تحت ده ملوش لازمه، ولكن يا صاحبي دي اللعيبه اللي متوقع تنزل معانا. عندك الواد استواني طبعا بتاع جيرونا، الراجل جاب هدفين وقلب الماتش على فالنسيا، كانوا مغلوبين 1-0 كسب 2-1، الراجل ده اللي سجل هدفين. فهو ده يا صاحبي باك نجوم الاسبوع اللي متوقع ينزل معانا. اكتب لي طبعا رايك في الكومنتات، شايف مين من اللعيبه دي ممكن ينزل ومين ممكن ينزل احنا ما قلناش عليها. بالنسبه يا صاحبي الباك دوري الابطال اللي نازل معانا، عندك اول واحد هو حكيم زياش، الراجل سجل هدفين في مانشستر يونايتد، متوقع ينزل له كارت جامد جدا معانا. بعد كده عندك كانسيلو، طبعا كانسيلو مش محتاج كلام، الراجل متألق جدا مع برشلونة، هو لاعب جامد جدا، متوقع ينزل له كارت جامد. بعد كده عندك نيك بوب الحارس بتاع نيوكاسل، عمل ماتش جامد جدا معهم في دوري الابطال، فمتوقع ينزل له كارت جامد جدا. عندك بعد كده هوملز المدافع بتاع بروسيا دورتموند الالماني، الراجل متألق ومتوقع ينزل له كارت جامد. بعد كده صعب عندك فودن الجوهرة الانجليزيه، طبعا الراجل عمل ماتشات جامده جدا سواء في دوري الابطال او في الدوري الانجليزي، الراجل ده متألق جدا مع السيتي. طبعا هو ده الباك المتوقع معانا. للوهله الاولى اول ما شفت الباك هتقول لي ده بيلينجهام موجود اول واحد، ازاي ما اتكلمتش عليه؟ هقول لك يا صاحبي بيلينجهام مش محتاج ان انا اتكلم عليه، الراجل متألق جدا واكيد كده كده نازل. عندك جابرييل جيسوس صاحب متوقع ينزل معانا. عندك ايموبيلي ممكن ينزل معانا برضه. عندك هيرموس والواد جو ماريو متوقع ينزلوا معانا. فدي كانت كل التوقعات يا صاحب الباك نجوم الاسبوع وباك دوري الابطال. طبعا دي توقعاتي ودي التوقعات المنتشره، اكتب لي يهمني برضه توقعاتك في الكومنتات، يعني شايف مين ممكن ينزل في باك نجوم الاسبوع، مين اللعيبه اللي ممكن تنزل احنا ما قلناش عليها، شايف مين ممكن ينزل من اللعيبه اللي احنا قلنا عليها دي. وبرضه يا صاحبي نفس الكلام في باك دوري الابطال، يعني هل دي اللعيبه اللي نازله من وجهه نظرك انت، ومين اللعيبه اللي ممكن تنزل واحنا ما قلناش عليها. كارت نيمار اللي انت شايفه قدامك ده منتشر جدا في التسريبات ان هو ممكن ينزل معانا في تحديث الخميس، وتكون دي مفاجأة التحديث. عشان كده كنت بقول لك يا صاحبي ان انت حافظ على الكوينز بتاعتك، ما تفتحش على باك خولت الموجود ده. طبعا هي منزله خولت وبيرلو كارتين جامدين جدا، ولكن اكيد في حاجه جامده جدا نازله يوم الخميس، فهي يا صاحبي حاطه لك الباك ده عشان تفتح عليها وتضيع الكوينز بتاعتك. فانت ما تفتحش، خلي الكوينز معاك لحد الخميس، كده كده الباك مكمل معانا، نشوف ايه اللي نازل وبعد كده بفتح. طبعا شفنا باك عقود الترشيح، طبعا ده اجيب لك التسريبات بكره ان شاء الله. طبعا برضه شفنا حمله برشلونه اللي عدت دي، طبعا يا جدعان متوقع بقى يوم الخميس يكون في احتفاليه جامده لنادي برشلونه، ممكن ينزلوا باك ايبك للاربع لعيبه اللي شفناهم دول، فهنشوف هل ممكن ينزلوا، هل ممكن ناخد لاعب مجاني من برشلونه، سواء يكون ايكون قديم بيقول اللعيبه القديمه، او لاعب نجوم اسبوع يا جدعان، مش نجوم اسبوع هايلايت، لاعب مطور يعني. هنشوف يوم الخميس كله هيبان. ممكن يا صاحبي برضه ينزل معانا الماستر ليج، يكون ده مفاجأة التحديث القادم، فهنشوف لأن الماستر ليج اتأخر جدا يا جدعان، المفروض كان زمان نازل معانا حاليا،
ولكن اللعبة مأخرة جدا مش عارف ليه. النهارده كده يا صاحبي انا جبت لك كل تفاصيل تحديث الخميس، انا قلتها لك في الفيديو بتاعنا النهارده. يعني يا صاحبي باك نجوم الاسبوع ودور الابطال والاحداث وكل حاجه نزلت. برضه يا صاحبي عشان ما ابقاش نسيت، متجر ايه فوتبول متوقع ينزل فيه لعيبه ايكون جديده، فهنشوف طبعا. اكتب لي في الكومنتات هل مين ممكن ينزل الايكون في المتجر. متوقع برضه ينزل معانا ايقونات في المتجر. ممكن برضه يا صاحبي ينزل معانا حمله تسجيل دخول يومي، تكون حمله اسطوريه يكون فيها كوينز حاجات جامده جدا. هنشوف يا صاحبي ايه اللي ممكن ينزل معانا يوم الخميس. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، توقعت لك كل حاجه. اكتب لي برضه توقعاتك في الكومنتات، لايك واشتراك، محتاج اي حاجه اكتبها لي في الكومنتات، واشوفك في فيديوهات تانية كتير. سلام يا اخويا.